يا مساء الفل. مساء الفل على كل جماهير نادي الزمالك في كل مكان. لايف جديد هندردش كده مع بعض فيما يدور على الساحة الرياضية من أخبار وأحداث، وبالأخص أكيد الأخبار والأحداث الدائرة في نادي الزمالك ومنتخب مصر. أكيد النهاردة لا صوت يعلو فوق صوت منتخب مصر. برحب بكل أصدقائنا الأعزاء. حبيبي يا بوب وعليكم السلام. لؤي محمد تحياتي. عمرو الهواري. حازم النوبي. معلش غصب عني والله، بكرة بقى يعني الفرح. بكرة أول حلقة في الجوكر، فأنا اعذروني غصب عني يعني. بنرتب لحلقة بكرة، عايزين نطلع في أفضل صورة. أحلى مسا من زفتة غربية. مصطفى الجمال. جوزيف لمعي تحياتي. صباح الخير. عندي تأخير والله بس غصب عني. دعواتكم بقى بالتوفيق، يعني أنا حاسس إن بكرة فرحي. حبيبي يا جوزيف، ربنا يخليك. عادل حبيب تحياتي. إن شاء الله يا بوب. حبيبي يا بوب. يلا بينا طيب نبدأ عشان أنا متأخر وسهرتكم معايا يمكن الساعة 1:30 اهي. حتى الأعداد يبدو إن الناس كلها نايمة. أكيد طبعا كل الناس عندها شغل الصبح، أنا اللي اتأخرت عليكم. فهيا بنا لنبدأ. ليلة الحنة النهاردة الحنة وبكرة الفرح. لا بكرة إن شاء الله هتشوفوا حاجة محترمة على شاشة قناة الشمس إن شاء الله. يعني بوعدكم إن شاء الله نقدم لكم شيء محترم يعني. طب يلا بينا نبدأ. بكرة الساعة 10:30 إن شاء الله مساء على قناة الشمس. تحياتي لكل أصدقائي على اليوتيوب، برحب بحضراتكم ولايف جديد. معنا ايه في اللايف النهاردة؟ في جزئنا الأول مصر في كأس العالم إكلينيكيا، حوار مهم جدا عن منتخب مصر في جزئنا الأول. الجزء الثاني بوادر سحب الأرض واستمرار الصمت، كلام مهم جدا عن أرض نادي الزمالك في جزئنا الثاني. كوبري الشحات للزمالك، حوار مهم في الجزء الثالث عن كوبري حسين الشحات للزمالك. واخيرا فقرتنا المحببة، فقرة الفلاسة. دي الحاجات اللي هتبقى معانا النهاردة. ارجو الناس اللي معانا تعلى باللايكات، والناس اللي على اليوتيوب السبسكرايب وتفعيل زر الجرس. وبعتذر لحضراتكم مرة تالتة وتانية عن التأخير نظرا للتحضيرات للحلقة اللي هتكون نارية بكرة ان شاء الله. بكرة ان شاء الله احنا متجمعين كلنا ان شاء الله، الثلاث مقدمين في على قناة الشمس برنامج الجوكر. حلقة الافتتاح بكرة ان شاء الله، وانا طبعا هكون موجود عشان بداية البرنامج. وان شاء الله هبقى موجود مع حضراتكم يوم الخميس. يعني انا معاكم بكرة وبعده اربع وخميس ان شاء الله. بكرة هبقى موجود كضيف ان شاء الله، والخميس هبقى موجود في حلقتي بقى اللي هي هتبقى كل خميس الساعة 10:30 مساء على قناة الشمس، فلا تذهبوا بعيدا. تاريخ لا ينسى غدا 10:30 أكيد.
ده مين اللي كاتب التعليق ده؟ البوب. ان شاء الله خير، دعواتكم بس بالتوفيق يعني. ويلا بينا نبدأ بقى بالجزئية المهمة، ومصر في كأس العالم إكلينيكيا. النهاردة منتخب مصر بيتعادل، هقول برضو هتكلم عن منتخب حلمي طولان، بيتعادل سلبيا مع منتخب بوركينا فاسو ب 0-0. طبعا تعادل سلبي، التعادل اللي اقدر اقول لك مصر في كأس العالم زي ما بنقول كده اكلينيكيا، يعني اعتبر مصر خلاص في كأس العالم. ليه؟ لانه احنا عندنا مباراتين، مباراة جيبوتي ومباراة غينيا بيساو. مباراة جيبوتي خارج الارض ولكنها لن تلعب في جيبوتي، والاقرب لاستضافة المباراة هي المغرب، فان شاء الله هنصعد كأس عالم من المغرب. منتخب مصر يكفيه التعادل مع جيبوتي. انا بقول لك ان احنا هنكسب جيبوتي مستريح، يعني بوركينا فاسو معبيه جيبوتي 6-0، فهنكسب مستريح. التعادل يكفينا للصعود رسميا لكأس العالم. الوصول للنقطة 21 هيكفينا للصعود الى كأس العالم، لانه في حالة فوز في حالة فوز بوركينا على اثيوبيا حتى في اللقاء القادم، يعني هتبقى 18 بونت. اثيوبيا دلوقتي 15، هتكسب هتبقى 18. انت هتتعادل، منتخب مصر دلوقتي 20، هيتعادل هيبقى 21 نقطة. فرق ما بيننا وما بين اثيوبيا 3 نقاط. حتى في حالة الخسارة من غينيا بيساو، والمباراة هتبقى في استاد القاهرة، مباراة غينيا بيساو آخر مباراة في التصفيات، حتى في حالة الخسارة سيظل رصيد منتخب مصر عند 21 نقطة. وأثيوبيا لو كسبت آخر مباراة أمام معرفش هتلاعب مين آخر مباراة، أعتقد جيبوتي، حتى لو كسبت هتبقى برضه 21 نقطة. التساوي في النقاط، احنا عندنا أفضلية الفوز على على بوركينا فاسو في القاهرة، واتعادلنا معاهم خارج الارض النهاردة في بوركينا، فبنسبة 99.9%. لا هيبقى في لايف برضو، ما احنا هنخلص الحلقة بقى واشوف بقى ردود الافعال. يعني انا هخلص الحلقة بكرة الساعة 12 ان شاء الله، وهاجي معاكم هنا على اللايف بقى ندردش مع بعض. احنا على الشاشة هدردش لوحدي، اشوف ردود افعالكم على الحلقة ايه، ده اكيد. فمصر ان شاء الله بنسبة 99.9% في كأس العالم. الجزئية التانية اللي انا عايز اتكلم فيها انه النهاردة في المباراة طبعا منتخب مصر لا زال، انا وجهة نظر ان احنا لسه ما فنيا ما بنقدمش كورة. ممكن يبقى موجود الحماس، موجود الروح موجودة، وده شيء كويس وده شيء مطلوب. الماتش في المغرب، ماتش جيبوتي في المغرب ان شاء الله، وده شيء مطلوب بالاخص في المنتخبات. يعني لازم الروح والجرينتا والكلام ده هو اللي بيجيب بطولات. ويمكن ده كان احد اهم اسباب تتويج حسن شحاتة بالثلاثية التاريخية المتتالية 2006 2008 2010. ولكن ليست الروح فقط، وليست الجرينتا فقط، ولكن تبقى الفنيات حاليا في الكورة هي الأساس. لا زال منتخب مصر ما شفناش معاه أي فنيات، والموضوع ماشي بالحب والكره. أنا بكره مصطفى محمد، فهقعده لحساب مهاجم قليل جدا اسمه أسامة فيصل، لدرجة ان النهاردة مصطفى محمد بينزل الواد يا عيني، يعني حاسس ان هو مهما يعمل لن يشفع له حسام حسن ايا كان. حتى لو كان مصطفى محمد كان ضيع 3 فرص سهلين النهاردة من وقت نزوله تقريبا في الدقيقة حاجة و70 78 تقريبا. ضيع 3 فرص سهلة، ولكن انا هلتمس له كل الاعذار. ده لاعب بيلعب تحت ضغط رهيب، لاعب بيلعب، يعني المدير الفني بيوصل له رسالة ان انا مش عايزك. النهاردة بينزل بمرموش وتريزيجيه وصلاح، فبيتصاب مرموش في اول 10 دقايق. الناس كلها
قاعدة متوقعة انه مصطفى محمد هو اللي هينزل، نفاجأ انه اللي نازل أسامة فيصل. مصطفى محمد في مثل هذه المباريات تحديدا ما ينفعش يقعد دكة. مصطفى محمد بيهد وبيهلك في الدفاع، وانا اقول لك لو كان بدأ بمصطفى محمد وعلى الدقيقة مثلا 75 76 ده سحب مصطفى محمد ونزل جناح تاني مكانه ولعب بصلاح مهاجم، انا بقول لك المباراة دي كنا كسبناها. لان في كام كرة راحت لمصطفى محمد، الكور دي لو رايحة لصلاح، لانه طبيعي الامل الوحيد بالنسبة لبوركينا انه يكسبك. بوركينا النهاردة ما بيلعبش على اي شيء غير المكسب، لان التعادل بالنسبة له زي الهزيمة. انا خلاص كده طلعت بره التصفيات. بالنسبة لبوركينا التعادل النهاردة زي الهزيمة، ما انا كده كده خلاص مش في ايدي، فانا بره التصفيات خلاص. فهو النهاردة بوركينا متوقع من قبل المباراة انه لو النتيجة استمرت تعادل لحد الدقيقة 75، لا بوركينا هيرمي بقى بكل اوراقه زي ما حصل. راجل سحب بلاتي توريه ونزل محمد كانوتيل اللي هو كان النادي الاهلي بيفاضه، بيسحب لاعب نص ملعب وبينزل راس حربة صريح. خلاص بقى بيطلع كل اوراقه وخلاص ما عندوش فرصة غير انه يكسبها. فالطبيعي انه في الوقت ده وبوركينا بتهاجم انها هتسيب مساحات وهتفك الرقابة شوية على محمد صلاح، لان الهدف النهاردة هيبقى بالنسبة لها هجومي. فدي كانت الفرصة ان انا اسحب المهاجم بتاعي بعد ما هدف الدفاع اللي هو مصطفى محمد، وانزل او العب بصلاح راس حربة صريح، وانزل حد يرميله بقى. انزل ابراهيم عادل مثلا يرميله بقى اسيستات، انزل لاعب في نص الملعب مهند لاشين يرميله كور طولية، نلعب على المرتدات. انا بقول لك لو كنا لعبنا كده كان صلاح جاب هدف والتاني كمان. صلاح فيه 3 كور جم لمصطفى محمد كان سجل منهم 2 على الاقل. في واحدة جت لمصطفى من ناحية اليمين اللي هو راح وشاطها عدت بالعرض، دي الكرة دي مع صلاح جون. الكرة دي مع صلاح كان هيقطم وفي البعيدة جون. انا بقول لك فلا في شكل ولا في منظر، وراجل بيحب ويكره، وراجل حاطط مهاجم مصر الاول في دماغه. وانا مش فاهم الحقيقة لحساب مين، مش فاهم. الكلام ده ضد مصلحتك انت كمدير فني للمنتخب. النهاردة هل مصطفى، مع احترامي يعني، هل أسامة فيصل النهاردة هيساعدك؟ انت عايز توصل ايه يعني؟ هل أسامة فيصل هيساعدك وانت مثلا بتلاعب السنغال في ماتش اقصائي في بطولة كاس الامم اللي جاية اللي في المغرب؟ هل ده هيساعدك؟ والله مستحيل، مستحيل، لا يليق. طب انا عايز اقول لكم على حاجة. مروان حمدي اللي هو مهاجم المنتخب المحليين مع حلمي طولان والله افضل من أسامة فيصل، والله افضل من أسامة فيصل. على الاقل عنده حلول. يعني مروان حمدي عنده ساعات بتيجي معاه في 1 لواحد، مروان حمدي بتيجي معاه في الرأسيات. مهاجم ضايع وتعبان. ومصطفى محمد ما ينفعش يبقى مهاجم نانت الفرنسي وقاعد مع احترامي المهاجم البنك الاهلي، ما ينفعش. ولو قاعد يبقى استثناء، يبقى عشان بريحه، يبقى عشان جاي من سفر. انما يبقى أسامة فيصل هو مهاجم مصر الاساسي؟ مين ايه المعلومة ان هو يعني قعد مصطفى محمد عشان رفض يروح الاهلي؟ لا، هو شايل وواخد موقف من مصطفى محمد من ساعة لغة الشفايف. وحسام اصلا شخصية بتحب وتكره. دي نقطة. النقطة التانية، كاب فيردي النهاردة بتفوز على منتخب الكاميرون في مفاجأة مدوية، وبتوصل للنقطة 19 على بعد 4 نقاط
او بفارق 4 نقاط كاملة عن المنتخب الكاميروني اللي بيحتل المركز الثاني برصيد 14 نقطة 15 نقطة. وبيفصل منتخب كاب فيردي فوز تاريخي في الجولة القادمة للصعود إلى كأس العالم. منتخب كاب فيردي أو الرأس الأخضر، منتخب كاب فيردي ده لما كان بيصعد لكأس كانوا بيعملوا فرح هناك. منتخب كاب فيردي عنده ماتشين، لو كسب ماتش هيصعد كأس عالم. فيا جماعة كأس العالم احنا محسسنا ان احنا لسه بنلعب في التصفيات القديمة ام 5 فرق. جماعة النظام اتغير، بقوا 48 فرقة. لك ان تعلم يا عزيزي ان المنتخب الاردني لاول مرة في تاريخه بيصعد لكأس العالم، والكلام ده بقاله 4-5 شهور. اول منتخب عربي صعد لكأس العالم هو المنتخب الاردني. لك ان تعرف ان تونس والمغرب صعدوا قبل نهاية التصفيات بجولتين. فانت النهاردة عندك 9 بيصعدوا كأس عالم وفرقة بتلعب ملحق، يعني عندك 9 مقاعد ونص مرشحين لو المنتخب الافريقي اللي كسب انهم يبقوا 10 مقاعد لافريقيا في كأس العالم، يعني ضعف عدد المقاعد. جنوب افريقيا النهاردة بتتصدر مجموعتها وقاب قوسين او ادنى من الصعود لكأس العالم لأول مرة في تاريخ جنوب افريقيا، غير طبعا يصعد جنوب افريقيا كأس عالم. طبعا جنوب افريقيا نظم بطولة 2010 وشارك بمناسبة ان هو المنظم، انما اول مرة هيصعد يلعب في بره جنوب افريقيا. فالموضوع اصبح سهل. صعود منتخب مصر كأس العالم له اعجاز ولا انجاز. جماعة احنا لو النظام ده مطبق في التصفيات اللي فاتت بتاعت كأس العالم قطر 2022 كان منتخب مصر صعد، لانه منتخب مصر صعد من المجموعة ومعاه 9 منتخبات زي ما حاصل دلوقتي. او 10 منتخبات اتقسموا لفئة اولى وفئة تانية. منتخب مصر للأسف في التصنيف خد الفئة التانية عشان الأخ حسام البدري كان بريح لعيبة الأهلي. لعبنا هومو قوي، وقعنا في القرعة مع السنغال. طبعا لعبنا هومو ذهاب وعودة وكسب المنتخب السنغالي بضربات الجزاء. فاحنا لو النظام ده مطبق في قطر 2022 كنا صعدنا. لو احنا طبعا صعدنا 2018 مع كوبر، لو مطبق في 2014 مع برادلي كنا صعدنا، لانه برادلي خد المجموعة كنز، خد 18 نقطة من 6 ماتشات، الفول مارك، خد 18 نقطة من ال 18. وبعد كده طبعا دخلنا اتقسمت برضو فئة اولى وفئة تانية، ولعبنا منتخب غانا لو تفتكروا وخسرنا النتيجة القاسية 6-1، ورجعنا كسبنا هنا 2-0 في القاهرة. برضو كانوا 10 منتخبات اتقسموا كل منتخب يلعب التاني. فاحنا لو النظام ده مطبق كان زماننا في كأس العالم اللي فات، اللي قبله احنا كنا موجودين في 2018، كان زماننا في اللي قبله، كان زماننا حتى في كأس العالم 2010 ايام حسن شحاتة وايام المنتخب الجزائري، كان زماننا في كأس العالم، كنا صعدنا كل سنة كأس عالم. ومن دلوقتي هتبقى فضيحة اما يبقى في 9 إلى 10 منتخبات افريقية في كأس العالم مش من ضمنهم مصر. فالموضوع بقى سهل، الموضوع ما عادش انجاز، الموضوع ما عادش اعجاز. انا بتفرج على تصريحات حسام حسن بحس ان احنا عبرنا. قال لك يوم عظيم للكرة المصرية اننا فرحنا الناس كلها، ولا حد فرحان اساسا. الحمد لله كان ليا نصيب اننا جايين في جهاز وطني ولاعيبة وطنية وتدي حافز وطموح للكل يشتغل. بشكر كل اللعيبه على مجهودهم النهارده، بنلاعب منتخب قوي وعندهم 23 لاعب يا عم 23 لاعب محترف ايه؟ ده انا اتفاجئت النهارده بسمع سعيد سمبوريه، قلت يمكن ايمن الكاشف خرف ولا حاجه من كتر ما بيعلق على الدوري المصري. سعيد سمبوريه، اتفاجئت ان سعيد سمبوريه بيلعب منتخب بوركينا، ده عنده 40 سنه. انا اتفاجئت اصلا ان سعيد سمبوريه ده لسه بيلعب كوره.
ده الواحد يوعى على سعيد سمبوري ده وهو بيلعب في الدوري المصري، واجمد واحد فيهم بلاتي توريه بتاع بيراميدز، يعني مش المنتخب المرعب. 23 لاعب محترفين في دوريات كبيرة، يمكن منهم 2 بس محترفين في مصر. انا سعيد جدا لان كان نفسي ربنا يديني العمر واوصل مع مصر كاس عالم. ابراهيم حسن بقى، نوصل كلاعيبه وجهاز فني لكاس العالم، دي حاجه رباني ودي هديه من ربنا بيدينا على قد نيتنا ومش بنبص ورانا، واهم حاجه فرحه الشعب المصري. هعمل لي بقى جوارديولا. مصر مش قليله عشان توصل 3 مرات بس لكاس العالم، ما 3 مرات بس كان النظام كده. وانت ده 48 منتخب، ده انت هيصعد 9 منتخبات ونص، وقد يكون 10 منتخبات من افريقيا، مش عايز تبقى منهم كمان؟ لا، ده العاد ان مصر توصل كاس عالم ولازم يبقى طبيعي. ما من هنا ورايح ده لو ما وصلناش تبقى فضيحه. احنا واخدين خطوه خطوه، نخلص مباراتين التصفيات ونوصل رسمي، وبعدين نبدا نفكر في كاس افريقيا. اهو ده اللي هيبقى يعني ده بقى اللي انا اقول لك انجاز. انت بقى لو كسبت كاس ده انا ارفع لك القبعه. من حق الجمهور يفرح ويتعمل ليهم احتفال وحاجه تليق بيهم، لان الناس محتاجه تفرح، والجاي خير باذن الله، اللي جاي كله فرح ان شاء الله. مصر خلاص، يعني انا وجهه نظر ان مصر خلاص في كاس العالم، ومليون مبروك للشعب المصري. مش عايزين بس الاخوين او التوأم يزيطوا فيها. كاب فيردي هتصعد كاس عالم، جنوب افريقيا هتصعد كاس عالم، العمليه سهله خالص مش صعبه يعني. الجزء الثاني بقى والمهم، بوادر سحب الارض واستمرار الصمت. النهارده نادي أولكسندريا الاوكراني بيخطر نادي الزمالك بسرعه سداد مستحقات خوان بازيرا لاعبه الجديد. كوتشيرها المدير الرياضي لنادي أولكسندريا الأوكراني قال لقد انتقل خوان بازيرا إلى الزمالك ولم يسدد النادي المصري قيمة الصفقة منذ 3 أسابيع، وخلال الأسبوع الأخير تجاهلوا النادي تماما ولم يردوا. النادي تقدم بشكوى في فيفا، وإذا لم يحدث سداد قيمة الصفقة ربما فيفا يوقع عقوبة ضد الزمالك بحرمانه من القيد ومنعه من تسجيل لاعبين جدد، وإذا استمروا في ذلك ربما يتم خصم نقاط من رصيدهم في الدوري. طبعا ده كلام مستهلك، يعني مش هيحصل الكلام ده. الزمالك عنده أزمة. الزمالك بسبب سحب الأرض مرتبات اللاعبين اتأخرت، مرتب الجهاز الفني اتأخر، بدأ يبقى في أزمات داخل نادي الزمالك بعد ما قلنا خلاص القصة هتتحل والموضوع هيتحل والمشاكل المالية في نادي الزمالك هتتحل بوجود أرض النادي في 6 أكتوبر. ولكن يبدو إنه نادي الزمالك مكتوب عليه إن هو يفضل كده على طول. النهاردة احنا لسه قاعدين لا عارفين، كلها رسائل تطمينية. المسؤولين ومن بق المسؤول ومن بق مسؤول كبير في الرياضة، من بق أكبر مسؤول في الرياضة، قال إن رجوع أرض الزمالك مسألة وقت. طب ما تنجزوا، ولكن هو بيستنزفك في قصة الوقت. هو دايما بيلعبك على عامل الوقت، دايما هو بيستنزف الزمالكاويه في القصة دي. حق جمهور الزمالك يعرف الارض راجعه ولا مش راجعه. هل الموضوع صعب للدرجه دي؟ من حقنا المعرفه، سواء من مجلس الاداره او من الساده المسؤولين في وزاره الاسكان او من رئيس حي حدائق اكتوبر. حق جمهور الزمالك عليكم ان انتوا تعرفونا المعلومه. الارض راجعه ولا مش راجعه؟ اتسحبت ولا ما اتسحبتش؟ ولو اتسحبت ليه؟ ومين السبب؟ الأسئلة دي جمهور الزمالك محتاج لها إجابات لو سمحتوا. جمهور الزمالك محتاج لها إجابات لو سمحتوا. محتاجين نعرف أرض النادي راجعة ولا لأ. محتاجين نعرف لو ما رجعتش مش هترجع ليه. محتاجين نعرف لو مش هترجع مين السبب.
محتاجين نعرف السبب نفسه لسحب الارض ايه. انتوا كلامكم نفسه كمسؤولين متناقض. حبة قلنا عشان ما نفذناش 1% من المباني، وحبة قلنا عشان المخصصات وتخصصت لبناء حاجات تانية غير رياضية زي كومباوند وخلافه، وحبة قلنا عشان بلاغ مرتضى منصور للنيابة العامة ونيابة الأموال العامة. حق جمهور الزمالك يعرف سبب سحب الأرض إيه، وحق جمهور الزمالك يعرف الأرض هترجع ولا مش هترجع. أول فقرة إن شاء الله عن أرض النادي. يا جماعة احنا مش بنطالب بكتير، احنا عايزين حقنا في المعرفة. اقتلونا عادي بس عرفونا. خدوها واقفلوا وهاتوا ظرافة، هاتوا ظرف النادي ده بس بلغونا، قولوا لنا حقنا نعرف. لو انتوا عايزين النادي ده يقفل ما عندناش مشكلة، يعني هيسخطوك يا قرد. ياما دقت على الراس طبول، حتى المعرفة كمان بقت حرام، حتى اننا نعرف ان حد يوضح. اطلعوا اتكلموا مع الناس، اطلعوا قولوا للناس الارض دي اتسحبت ليه، واما ترجع رجعت ليه، ولو رجعت ايه اللي يضمن لي ان انت مش هتسحبها مني تاني. بلاش يضمن لي، مين اللي هيضمن للمستثمر ان انت مش هتسحبها مني تاني؟ انهي مستثمر هيجي يستثمر في نادي مهدد بسحب ارضه بين عشية وضحاها؟ انهي مستثمر هيآمن على فلوسه في نادي كل يوم مهدد؟ حقنا نعرف، ده حق. ياما دقت على الراس طبول بس على الاقل كنا بنعرف. عرفونا بعد اذنكم. اللي يسمعني يا ريت يعرف، ويعرف الناس ويعرف الجمهور. كوبري الشحات للزمالك، حوارنا في الجزء الثالث. كابتن اسماعيل يوسف وهو المدير الرياضي الجديد لنادي الاتحاد الليبي كان ألمح من كام يوم كده، من يومين، للتعاقد مع لاعب مصري بيلعب في النادي الأهلي، واللاعب ده هو حسين الشحات. خرج كلام من اعلام النادي الاهلي انه نادي الاتحاد الليبي كوبري عشان حسين الشحات ينتقل الى نادي الزمالك. في الحقيقة ان نادي الزمالك مش محتاج يعمل كوبري عشان حسين الشحات، دي نقطة. النقطة التانية، هو انت عينك فيه وبتقول اخيه؟ طالما انت عينك فيه هتمشيه ليه؟ هتمشيه ليه؟ ما تخليه. هتمشي حسين الشحات ليه؟ خليه. هتمشي قفشه ليه؟ خليه. هتمشي عبد القادر ليه؟ خليه. مش انت عينك فيه ولا مش عينك فيه؟ ولا هي كل البضاعة بتحلو اما بتقرب ناحية نادي الزمالك؟ يعني انا بقول لك لو اتأكد الكلام، انا بقول لك مش هيودوا حسين الشحات للاتحاد الليبي، ومش بعيد يجددوا له. وخلي بالك بقت ورقة حلوة والله، ورقة الزمالك دي بقت ورقة جميلة في ايد اللعيبة. النهارده اللاعب اللي هيجدد، اللي عايز يجدد للاهلي عارف طريقه خلاص،
هيروح يقعد ويتصور مع مسؤولين نادي الزمالك، تاني يوم هيكون اتجدد. بقت ورقه حلوه للعيب. انا بدعو حسين الشحات ان هو يروح، ولا اتحاد ليه بيد ولا بتاع، كلم عمرو الجنايني وروحوا اي كافيه كده اشربوا قهوه مع بعض، ولا تتكلموا في انتقال ولا في كوره ولا في اي حاجه، اتكلموا في الطبخ. صورتين على كام صحفي، على كام خبر، على كام انفراد. حسين الشحات وقع للزمالك، والله يا تاني يوم الخطيب لا يمضيك. هي اي حاجه الزمالك بيقرب منها كده بتحلو. اخيرا فقرتنا المحببه، فقره الفلاسه. قال البرطمان. كلمة دمك تقيل زعلتك جدا، تمام. طب وكابتن سيد وهو بيتقال عليه ابو حفيظة، وبيتقال عليه كل الالفاظ وكل الاتهامات وكل الاساءات اللي في الدنيا يوميا للفجر، وانت قاعد تسمع وساكت. انا سمعتكم امبارح، مش هسمعه لكم كل يوم يا اله يا ده برطمان، مش هسمعك يا دي الفيديو كل يوم، سمعتك. الكابتن سيد نفسه وهو قاعد في قناة LTC، ونفس الشخص اللي انت بتتكلم عنه اللي هو المستشار مرتضى منصور، وهو بيقول لمحمود طاهر رئيس النادي الاهلي هجيب امك يا محمود يا طاهر. قال له كده مرتضى منصور، قال كده على الهوا في حضرة الدكتور سيد او ابو حفيظة زي ما انت بتقول، وقال له ماشي يا معالي المستشار هاتها بس بالراحه. فسيد نفسه، مش بقول لك بقى ان خالد او انت بتبرر يعني كلمه ان دمه تقيل، وبتقول اصل خالد كان بيقعد وسيد كان بيتشتم. سيد نفسه كان قاعد ورئيس النادي الاهلي محمود طاهر كان بيتشتم، وكان مرتضى بيقول هجيب امك يا محمود يا طاهر، وسيد يقول له هاتها بس يا معالي المستشار بس واحده بالراحه، بس كل حاجه تتحل بالجزمه، هديك بالجزمه يا محمود يا طاهر. ويقول له طب بالراحه بس، حاول ان الجزمه تبقى نظيفه بس ومتلمعه. ده اللي كان بيعمله سيد يعني، الموضوع مش جديد. طب وصورنا بتتعرض على الشاشه وبيتوجه لنا اساءات وانت قاعد تسمع وساكت. طب ورئيس الاهلي ومجلس ادارته اللي كان بيتشكك فيهم وفي ذمتهم وانت ساكت، طب ما كان بيشكك في رأيه؟ ولا هو انتوا مش معتبرين محمود طاهر ده؟ وما فيش رئيس للاهلي غير محمود الخطيب؟ هو محمود طاهر ده ما عداش في تاريخ الاهلي؟ ما عادش 4 سنين رئيس نادي؟ مش معتبرينه يعني؟ ما كان بيتهان وبيتشتم في وجود الدكتور ابو حفيظه. وعمرو مصطفى وقعد بقى يعدد. يا تخيل يا اخي كل ده ما ضايقكش وكان عادي، بس دمك تقيل هي اللي زعلتك. قال لك ايه تاني بقى؟ اول مرة اسمع في العالم كله على اللاعب بيتقال في الاعلام ان عنده ازمة تجديد مع ناديه، هو اصلا لسه عنده 3 سنين في عقده. يا ابني اللي بيعمله الاهلي مع امام ده اسمه رفاهية نادي في المفاوضات. رفاهية؟ انهي رفاهية يا اله؟ وده برطمان. انهي رفاهية؟ الرفاهية بتاعت ادم وطني والتعاقد مع ادم وطني، ولا رفاهية فسخ التعاقد مع احمد يحيى، ولا تكونش الرفاهية بتاعت كشر ابو طارق، ولا الرفاهية بتاعت الستوري اللي هو بيدس فيه زيزو؟ انهي رفاهية بس؟ يد الواد دايس على التخين بجزمته. رفاهية ايه؟ رفاهية ايه؟ واما هو عنده عقد فاضل فيه 3 سنين دايرين تشمشموا حوالين جزمته ليه؟ عايزين تقعدوا معاه وتجددوا له ليه؟ واحنا اللي قلنا؟ ما في لعيبه في الاهلي فاضل في عقدها 2 سنين، في لعيبه في الاهلي فاضل في عقدها سنه ايه؟ 6 شهور. في لعيبه في يناير في الاهلي تمضي فري. انت كنت سايب كل دول يا الله ورايح على ابو 3 سنين ليه؟ لعله خير. واحنا اللي قلنا؟
واحنا اللي فسخنا؟ يكونش احنا اللي فسخنا مع احمد يحيى ورحنا لقدم وطني؟ يكونش احنا اللي قلنا ياخد اعلى عقد في الفرقه يا مش ماضي حتى مع الاجانب؟ يكونش احنا اللي قلنا زودوا لي بند لو اي حد جاي جديد الفرقه اعلى مني يزيد مرتبه تلقائي؟ يا ده برطماني قال مش كده. انا بسعد دايما بوجودي مع حضراتكم. تصبحوا على خير.